السلام عليكم، اهلا بيكم في اخر محاضره في كورس الرسم الديجيتال، المستوى زيرو للرسم الديجيتال. النهارده هنراجع على اللي احنا قلناه ونتفرج على فيديو سوا وانا برسم خطوه بخطوه بالتكنيك بتاعنا ده. بص يا سيدي، هنا كنت برسم بورتريه باسلوب فرد المساحات، لون الوش، لون الطاقيه، لون الجسم. تمام. بعد كده الميد التو فاليوز، الغامق بتاع العين، الغامق بتاع الخد، الغامق بتاع الوجه. واخد بالك بلعب بالبارد والسخن ازاي؟ مسخن الحتت اللي في خدوده ديت مخليها محمرة، والحتت الظل مخليها مزرقة، يعني مشفت الألوان شوية ناحية الأحمر وناحية الأزرق. وباستخدام الليرات بعمل لير جديدة مثلا للسعة الإضاءة اللي في النضارة وأمسح، لير جديدة للتكتشرز وأمسح. هنا تقريبا ما استخدمتش ليرات كتير، هي كان ممكن أرسمها على لير واحدة، طخ طخ طخ، فرد مساحات على طول. واخيرا البرزنتيشن بقى برواز كده. واخد بالك الملمس اللي انا مستخدمه ملمس برشاية اخده ملمس قلم رصاص. تعال نشوف ازاي رسمت الرسمة دي. واخد بالك التفاصيل اللي فيها والشعر والحركات. اول حاجة بتعملها بتجيب ريفرنس حلو، ريفرنس سهل في رسمه، وريفرنس يفتح النفس. اخد بالك الاضاءة اللي فيه، تعبيرات وشه وشنبه، الهدوم، الصورة حلوة. الصورة لو مش لازم تبذل مجهود فظيع عشان تطلع رسمة حلوة، لأن الصورة حلوة. لو طلعتها شبه الصورة هتطلع الرسمة حلوة. أول حاجة بعملها بدرس الشكل اللي قدامي. بص عملت إيه، رسمت كورة وطلعت لها شعر ودقن وبتاع. أدرس أنا هعمل إيه، يعني بفكر في الأول وبعد كده بعمل سكتشات. السكتش بيبقى حاجة شخبط شخبط خالص. هنتكلم عن دوت في المستوى زيرو لكورس رسم الكاريكاتير والبورتريه والحاجات اللي هنتكلم عنها قدام. بس انا عايزك تفهم البروسيس اللي انا بمشي بيها. برسم سكتش وبعد كده بنضف اللاينات، لاينات رفيعة زي ما احنا قلنا، وانا مشغل الزرارين دول وجايب البرشاية الديفولت العادية اللي هي دي. تمام. خلي بس حجم البراش صغير، نضف اللاينات كده بمزاج. وبعد كده بنفرد المساحة، بنفرد مساحة كده ما نطلعش عنها بحاجة اسمها كليب ماسك. يعني من هي بتتعمل باختصار ازاي؟ حاجة شبه السلكشن كده، تقدر تقول بعمل لاير جديدة، وزي ما تقول كده زي ما بعمل لوك لللاير عشان ما اطلعش عنها. واخد بالك انا بعمل لاير جديدة تابعة لللاير دي، بحيث ان انا لما ارسم ما يبانش حاجة غير اللي هو متقاطع مع اللاير اللي تحت. اختصارها ايه؟ بضغط الت واقف ما بين اللايرين، شايف العلامة دي كده بقى كليب ماسك كده، مش كليب ماسك. خلي بالك ان اسمها كليب ماسك مش ماسك، الماسك ده حاجة تانية. بس يا سيدي يعني ده باختصار انا عملت مساحة لون عشان اشتغل جواها. فردت مساحات الالوان الاساسية، حمرتها شوية، حطيت الغوامق، الاغمق. كل ده وانا عامل زوم اوت، برسم من بعيد. هتلاقيني ما قربتش لسه. بص الدنيا شخبط شخبط ازاي، انا برسم من بعيد. بعد كده قللت اللاينات شوية، بحاول استغنى عن اللاينات زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. غمقت اكتر وبدأت احط تفاصيل. وانا برضو يعني ايه، انا كنت شغال كده في الاول، زومت شوية وبدأت احط التفاصيل. شوية شوية هزوم اكتر واحط التفاصيل الصغيرة، لكن انا دلوقتي في مرحلة الزوم اللي قد كده، فاهم؟ بشتغل من بعيد واقرب تاتا تاتا. حطيت الغوامق، اللير ديت المود بتاعها مالتيبلاي عشان يغمق، اللير ديت المود بتاعها سكرين عشان يفتح. حطيت اصفر من هنا وازرق من هنا. الرسمه دي قديمه فكنت بعمل الحركات الرخيصه دي، خلي الرسمه حلوه. ازرق، سيان ويلو من هنا، معلش. فبص بدات هنا احط التفاصيل، الشعر وبتاع، شعرايه شعرايه بايديا كده كاني برسم لاينات. بعمل، بمسك اللون واعمل، وانا واقف على اللير الصح واعمل كده. الموضوع يبان معقد لكن بص انا ما بعملش حاجه، انا بعمل بس الشعرات شعرايه شعرايه كده بسرعه بسرعه. وتفاصيل اكتر، الودن لقيتها فاتحه مثلا غمقتها، حطيت شعرات كده. جبت الصوره، رسمت الخلفيه، و ادي الرسمه بتاعتي. حطيت، بقعت كده في الوش اكتر، اللي هو انا بستخدم ان انا قاصد ابقع، فبسيب الفرشه لوس كده مرتاحه. بحط التفاصيل، شايف مسام الجلد مثلا عملتها ازاي؟ جبت بتاع غامقه كده ومسكت الفاتح، عملت كده وبعد كده اديت تون عام.
ادي مسام الجلد كتير كتير، 1 2 3 4 5 6. وانا بظلل الوش بحرك البرش في اتجاه الكتلة، يعني ديت عاملة كده، دي عاملة كده، الشعر طالع لبره كده يعني. الشعرات الصغنططة البيضة، والتفاصيل النهائية بقى والحنتفة. مسكت القماش رسمته حتة حتة. طبعا لو زومت بتلاقي فضايح، لكن من بعيد اوكي حلو. بص من بعيد جميلة، من قريب مش من زاوية، مش حركتش. بص لسعة الإضاءة اللي في العين، الشعر اتقفل شوية، الودن غطيتها، وأخيرا التاتش ده والتاتش ده. الإمضة بتاعتي أنا عاملها برش وحبة ألوان، لقيت الألوان فاقعة أوي فقمت هديتها. ده البروسيس بتاعتي باختصار، وأنت كده بتعرف ترسم بالتابلت. مفيش طريقة لتعلم الرسم غير إن أنت ترسم، مش هتبقى رسام إلا لما ترسم. فالفرجة مش بتضيف حاجة، أنت دلوقتي معاك المعلومات اللي تخليك تعرف ترسم سكتشات وطبيعة صامتة وحاجات روشة كده. ابدأ على طول، ولما تعطل روح ذاكر. ما يبقاش الموضوع مذاكرة مذاكرة مذاكرة، تيجي تطبق تبوظ فتقول لا أنا عايز أذاكر أذاكر أذاكر، فتيجي تطبق تبوظ. لا، أنت اعرف معلومتين، ويستحسن تعرف معلومات قليلة وارسم كتير. عطلت الرسمة باظت بعد ما ترسم كتير، روح ذاكر، هتبقى عارف انت المفروض تذاكر ايه، تبقى عارف ايه اللي واقف معاك. فخلي التطبيق اكتر من المذاكرة، التنفيذ بايدك اهم من الفرجة بعينك. ايه في الفيديو ده وروح طبق على طول، حتى لو بالماوس لو لسه معكش تابلت. واحنا كده خلصنا كورس صغنطط لطيف، ويلا بقى اشوفكم الكورس الجاي ان شاء الله. باي باي.